السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طاجن الرز المعمر اللي مفيش غنى عنه على سفرة رمضان. اول حاجة كده هنسمي بالله وندخل نشوف هنعمل ايه. هنجيب الطاجن بتاعنا، انا هعمله في طاجن الفخار النهاردة، وهغلفه كده بمعلقة من السمنة المتاحة عندك. يعني لو سمنة نباتي نوع كويس وريحتها حلوة، او سمنة بلدي طبعا هتبقى حاجة مفيش بعد كده. هننزل بالرز بتاعنا المغسول ومنقوع، ما يقلش عن نص ساعة. بيبقى الرز معاكي فاتح جدا ولونه حلو جدا لما بتغرفيه. هننزل بعد الرز كده بنص معلقة من الملح، او حسب ذوقك يعني في الملح بتاعك. وبعد كده هنجيب برضو كمان نص معلقة او معلقة من السمنة، نغلف بيها الرز بتاعنا كده وندعكه بالسمنة زي ما احنا شايفين، عشان الرز بتاعنا حبيبات الرز تتغلف كويس جدا. الحركة دي بتخلي الرز بتاعك بيلمع ومفلفل وحلو. الحاجة اللي هتخلي بقى الرز لامع اكتر هي معلقة من الزيت، من زيت الذرة او معلقتين. بيخلي الرز مفلفل جدا وما يمسكش في بعضه، والحبة تبقى بحبتها كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبتدي بقى نجيب باقي المكونات عندنا. انا هضيف الحليب، عندي الحليب مغلي، لازم يبقى سخن جدا عشان لما تدخليه تحت الشواية ياخد وش معاكي كده على طول. العيار الرز المعمر بتحطي الكوب كوب ونص، يعني بتعملي العيار عيار ونص، ولازم تضيفي ولو ربع كوباية مية للرز المعمر، ما ينفعش تعمليه بحليب صافي. ربع كوباية المية دي أو نص كوباية المية بتدي للرز المعمر روح كده وبتخلي طعمه تحفة. ضفت كمان مكعب من الزبدة، بيدي وش كده حلو. وكمان عندي قشطة، بس هي القشطة عندي كانت مجمدة. حطيت القشطة والزبدة كده على وش الحليب المغلي، وهسيبهم شوية لحد ما يدوبوا كده، وبعد كده هدخلهم تحت الشواية. اللهم بارك، الرز بالطريقة دي بيطلع طعمه تحفة، شارب من القشطة بقى والزبدة، وكمان بيعمل وش حلو وبيطلع مفلفل، وكمان كل حبة بحبتها. بدخله تحت الشواية الأول، أول ما ياخد وش بنزله على الصاجة عشان يستوي زي أي رز عادي جدا. اللهم بارك، خرج معايا كده زي ما احنا شايفين. لونه حلو وعامل وش. اللهم بارك. طبعا لو انتي القشطة عندك فكة هيدي نتيجة احسن من كده كمان، بس عشان انا كنت نسيت اخرج القشطة قبل ما اعمل الرز من الفريزر، فحطيتها مجمدة، فما اخدش الاماكن كلها نفس اللون. بس ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما احنا شايفين، مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي. الرز معايا طالع لونه حلو عشان منقوع كويس جدا، وكمان عامل وش معايا ولونه فاتح عشان يتنقع كويس، وكل حبة لوحدها كده ما شاء الله مفلفل وطعمه خطير. شايفين معايا؟ اللهم بارك. شايفين معايا مفلفل جدا ازاي؟ تحفة جدا، وريحته قلب الدنيا. هنجيب بقى كده نغرف، انا هغرف كل الرز يعني اللي في الطاجن علشان اوريكم ازاي لما بتبطني الطاجن بمعلقة من السمنة بيطلع معاكي الطاجن نضيف، والرز ما بيلزقش معاكي مهما قعد في الفرن. اللهم بارك. وهنشوف دلوقتي مع بعض. ما شاء الله تبارك الرحمن. الرز المعمر من الحاجات اللي انا شخصيا ممكن اكله كده لوحده، مش محتاج جنبه اي غموس. هو طعمه حلو، ومن الاكلات اللي ممكن تاكليها بتغمس نفسها، لانه هو فيه حليب وسمنة وقشطة، فهو طعمه بيبقى متكامل كده ومغذي ولذيذ. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنشوف مع بعض الطاجن بتاعنا. شايفين قاع الطاجن عامل ازاي؟ كأنك ما طبختش فيه، بيلمع ومفيش حاجة لازقة فيه، الرز بيخرج كله، ما بيهدرش معاكي في الكمية. اللهم بارك. فخطوة انك تبطني الطاجن بمعلقة السمنة دي بتدي معاكي نتيجة حلوة، وبتدي طعم حلو للرز من تحت طبعا، وكمان بيطلع مفلفل، والطاجن بيطلع نضيف وما بيهدرش معاكي. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. خطوات الرز المعمر سهلة وبيدي نتيجة روعة. جربوا الرز المعمر على طريقتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.